السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلام. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض محشي الكرنب بطريقة سهلة بجد. بجد سهلة ومش هتاخد منك وقت خالص. يلا نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهارده ان شاء الله احنا هنقطع العرق اللي في الكرنب بس بعد ما نسلقوه. القطعه اللي هي بتبقى العرق اللي ما بين الورق دي فقط لا غير. وهنشوفوا مقاس الصباع بتاعنا بعد اللفه عايزينه قد ايه، والورقه بحالها كده. الطريقه دي هتخليكي يعني ان شاء الله مش هترمي ولا ورقه من الكرنب. يعني انت كل قطعه في الكرنب هتستفادي بيها، وهتخلصي حلة الكرنب بتاعتك في وقت قصير جدا. طريقة سهلة وبسيطة، كمان هتخليك تحبي على طول تعملي محشي الكرنب عشان مش هياخد منك وقت خالص. صراحة جميلة جدا. وهتقطعي الصوابع المحشي وبالمرة وانت بتحشي، يعني انت هتحشي وتقطعي في نفس الوقت. ويا ريت لو عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. زي ما انتم شايفين معانا هنقطع الكرنبة كلها بالطريقة ديت. ممكن ما تقطعوش بالسكينة، ممكن بإيديكي، هيبقى سهل خالص. حتى الحتت المفتحة قدامكم ديت والمتقطعة في الورق هتتحشى ومش هتسيبي ولا ورقة غير لما تحشيها. وهتلاقي يعني هتلاقي في فرق كبير بين الطريقة دي وبين الطريقة الأولانية اللي كنا بنحشي بيها المحشي وكنا بنقطعه. هتلاقي كنت بتطلعي من الكرنبة ورق كتير كان ممكن يترمى. الطريقة دي هتخليكي ما ترميش ولا ورقة، بجد جربيها، جميلة جدا وهتحببك في عمايل محشي الكرنب جدا جدا. يا دوبك احنا هنرمي العرق ده بس. كمان ممكن تعمليه مخلل كرنب للناس اللي بتحب مخلل الكرنب. اهو زي ما انتم شايفين كل الكرنب هنعملها كده في ثواني. حتى كمان لو انت هتخزنيه بنفس الطريقه، مش هياخد معاكي وقت نهائي. اهو بجد ما خدتش وقت في السليق ولا في التقطيع نهائي. انا يعتبر قطعتها زي ما هي كده. هنا معانا طبعا دي زبده، البيضه دي اللي بحط على الوش زبده، خضره محشي وبصل وطماطم انا عصرها. وكمان حطينا فلفل اسمر وشطه وملح وزيت. هنقلب كده بقى كل المكونات دي مع بعضها. الطماطم طبعا مش مضروبة عصير، الطماطم ضربينها ضرب سميك، يعني كأنها مبشورة أو متقطعة كده صغيرة. بتدي طعم للمحشي تحفة تحفة تحفة. يعني كمان لو قدرتي تقطعيها كده صغير على ايدك أو في المبشرة بتبقى جميلة جدا. طبعا هنا مجهزين الرز بتاعنا، غسلينه ومنضفينه، ومعايا معلقتين صلصة. هنقلب كل بقى المكونات دي كلها على بعضها كده. المحشي ده طعمه تحفة وما خدش وقت خالص وانا بلف حلة المحشي. بجد كان ممتع، يعني تعملي حلة المحشي وانتي مستمتعة بأمانة يعني. وبجد مش هترمي ورق نهائي بأمانة. كل ورقة في الكرنبة هتستفادي منها وهتحسي بفرق فظيع لما تجربي الطريقة دي، وتحسي الكرنب كده بقى فيه بركة، لان انت مش هترمي ولا اي ورقة منه. لو كان في ورقة زيادة ولا حاجة بنقصها بنرميها، هتلفيها في قلب صباع المحشي. طعم الكرنب في المحشي بيبقى جميل لما يكون ورق كتير كده في الصباع المحشي، فبيديله طعم جميل جدا. وتقدري بقى تقطعي المقاس اللي انت عايزاه. يعني لو عايزه تقطعي الصبع يبقى اصغر من كده كمان، تقدري تتحكمي في التقطيع الطريقه اللي انت حاباها. اهو بتاخدي كميه رز مناسبه وتوزعيها بالطول على الصوبع كده، على الورقه بتاعتك، على حجمها ايا كان حجمها، ايا كان حجمها مفيش مشكله في حاجه خالص. اهو بنلفه، وزياده ممكن تطلعيها بالطول كده بايدك. اهو
تقطعي صوابع المقاس اللي انت عايزاه وترصي على طول. طبعا الخلطة تحطيها في مصفى ضيقة عشان المية الزيادة بتاعت البصل او الطماطم تنزل، يعني هينزل المية الزيادة اللي في الخلطة. بس الخلطة بيبقى طعمها تحفة 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 بجد، وبتبقى خفيفة قوي قوي قوي، يعني بتبقى جميلة جدا. اهو بتحطي كمية خلطة مناسبة وتلفي صباع المحشي بتاعك وترصي على طول في الحلة. لو انت بتعملي المحشي بتاعك مسبك مفيش مشكلة خالص، الطريقة دي كمان هتساعدك جدا. اهو تلفي المحشي بكل سهولة. بصوا الورقة عاملة ازاي، مشلناش منها حاجة، لفيناها كلها واستفدنا بيها. اهو الورقة ايا كانت بنلفها وبنستفاد بيها. والله الكرومبة دي انا مرمتش منها غير العروق اللي في النص فقط لا غير، كل الورق انا عملته. طريقة جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله، كانت تحفة وطعم المحشي كان جميل جدا. يا ريت لو عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بأمر الله. طريقة جميلة وسهلة، لو عندك مناسبة، لو انت بتعملي ومستعجلة مش تاخد معاكي وقت خالص، هتوفر لك الوقت وهتوفر لك الجهد كمان. تحكمي في مقاس الصبع بتاع المحشي زي ما انت عايزة. يلا بينا نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا زي ما قلت لكم احنا بنسلق الكرنب، ما بياخدش وقت معانا خالص، يعني يا دوبك احنا بنغلي الميه بمعلقه ملح كبيره وننزل فيها الكرنب اقل من دقيقه، نلف الكرنب يمين وشمال ونطلعوه على طول. كمان لو هتشيليه في الفريزر يا دوبك بتنزليه في الميه المغليه وتطلعيه على طول عشان ما يبقاش مستوي قوي منك. كل حاجه كانت تمام صراحه ما شاء الله. سوى الكرنب بتاعنا كان جميل، الخلطه بتاعتنا كانت جميله وخفيفه جدا جدا. تقدري تبشري الطماطم، تقدري تعمليها تقطعيها قطع صغيره جدا، في المحشي بتبقى جميله. وزي ما انتم شايفين كميه حشينا كميه كويسه جدا في وقت قليل. هنا بقى انا سرعت الفيديو قوي عشان ما تزهقوش ان الفيديو يكون طويل عليكم. بجد جربوها، جميلة جدا جدا، هتستمتعي جدا وانتي بتحشي الكرنب. احنا خلصنا بقى حلة المحشي بتاعنا، زي ما انتم شايفين شكلها جميل ازاي، الشكل بقى والصوابع كلها قد بعضها، حاجة جميلة جدا جدا جدا. مفيش ولا صوبع هيتفك وهي بتستوي، يعني طريقة ناجحة 100%، وهتلاقي في اختلاف فظيع لما تجربيها وهتسهل عليكي الموضوع جدا. ياريت بقى دعوة حلوة ولايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بأمر الله. عايزين بقى نروح نشرب المحشي بتاعنا. هنحط طبق، طبعا لازم بقى واحنا بنسويه هنسيب الطبق ده كده لحد لما المحشي يشرب
يتشرب خالص مننا. وبنحط الشوربة بتاعتنا لحد نخلي اول طبقة من المحشي باينة زي ما انتم شايفين كده. هنزوده حاجة بسيطة لحد لما يكون نص الصباع الاولاني متغطش، نص الصباع الاولاني بس، الطبقة الاولانية. اهو خلاص كده انا ظبطت الشوربة بتاعتنا مع المحشي، وهنسيبه يستوي وشوفوا النتيجة مع بعض. شايفين بقى حلة المحشي بتاعتنا؟ بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا جدا جدا، مفيش صباع محشي اتفك مننا. ده يدل ان الطريقة دي ناجحة 100%. جربيها ان شاء الله تعجبكم، طعمه جميل جدا جدا. الطماطم والخضرة والبصل كل حاجة فيه كانت جميلة. محشي بقى طبعا اي محشي بنحب بقى على طول نفرده في صينية واسعة كده احنا. حاجة جميلة جدا كده، يدفي بقى في الشتاء كده، أكلة جميلة جدا جدا، شتوية جميلة جدا جدا، بتلم العيلة. أكلة جميلة ما شاء الله. بصوا صوابع المحشي، مفيش صوبع والله. يمكن الطريقة اللي احنا كنا بنقطع بيها الكرنب يمكن كان بيتفتح مننا المحشي، الطريقة دي مفيش ولا صوبع اتفتح. طريقة سهلة وبسيطة وجميلة جدا وخفيفة جدا جدا. طعمه كان بأمانة تحفة. جربوه هيعجبكم جدا، وانتظرونا في فيديوهات تانية كتير على قناة يوميات نونا حنان عبد الغني. نختم الفيديو بتاعنا برضو بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشوفكم على خير، مع ألف سلامة.